ده احلى واسرع واشيك غدا ممكن نعمله في نص ساعه، وكمان بيبقى حلو جدا في العزومات. للبيكات انا بحب استخدم قطعيه لحمه يكون فيها نسبه دهون زي الانتركوت، طعمها بالنسبه لي بيكون احلى مليون مره من القطعيه اللي بيسموها بيكات. مش هعمل حاجه غير ان انا اتبلها من كل جنب ملح وفلفل اسمر، واتاكد ان هي متبله كويس. الطاسه اللي هسوي فيها اتاكد اني سخنتها كويس، وانزل معلقه زيت ومكعبين من الزبده. استناهم يسيحوا وانزل اللحمه تاخد صدمه على كل جنب. في الوقت ده هجهز المشروم، وانا لا بغسله ولا بمسحه، انا بقشره زي الفيديو كده. بقشر الطبقه اللي بره دي بيكون عليها كل الاتربه، وبعدين بمنديل بمسح من تحت ومن فوق، اتاكد انها خلاص بقت زي الفل. المهم ان احنا نقطع المشروم قطع تخينه مش رفيعه قوي، علشان لما ينزل ميته في السوا افضل برده في الاخر حاسه بطعم. هقلب اللحمه تاخد صدمه على الوش التاني، كل وش تقريبا هياخد له 4 دقايق لحد ما اتاكد ان هي خدت اللون الحلو ده، وهشيلها على جنب. في نفس الطاسه على طول هنزل ببصلايه صغيره متقطعه صغير، اقلبها تقلبتين في دهون اللحمه، وبعدين اضيف عليها كل كميه المشروم اللي انا قطعتها. اضيف معاهم زعتر، يفضل انه يكون فريش، اقلبهم تقلبتين في بعض. في المرحله دي انا بحب اهدي النار على الاخر واغطي على الطاسه، اخلي المشروم ينزل ميته براحته، يلم كل البهاريز اللي في الطاسه، والزعتر برضه يطلع الطعم الحلو بتاعه. بعدين اجيب 3 فصوص توم كبار، اهرسهم واحطهم على المشروم، هقلبهم في بعض كويس لحد ما بس ريحه الثوم تظهر. هلم كل ده بقى بمعلقه كبيره من الدقيق، وهقلب فيها تقريبا مده دقيقه، اتاكد ان هي اختفت وسط المشروم، وكمان يكون الدقيق استوى علشان ما ياثرش على طعم الصوص في الاخر. هضيف كوبايه من الشوربه او المرقه وكوبايه من اللبن. هقلب كل ده في بعض كويس، واتاكد ان الدقيق خلاص مفيش فيه اي تكتلات. التوابل مش بحط غير ملح، فلفل اسمر، ومعلقه صغيره من المستردة، بس كده. البيكاتا مش محتاجه توابل اكتر من كده علشان نحس بطعم الصوص وطعم المشروم فيه، غير ان نسبه الدهون اللي في اللحمه بتديها في الاخر طعم خطير. وفي المرحله دي ما تستعجلوش ان تحطوا اي حاجه تقل لون الصوص، هتلاحظوا ان اللون تقل لوحده لما تستوي. انا هديت النار خالص وغطيتها، سبتها تقريبا تلت ساعه، او برضو على حسب قطعيه اللحمه بتاعتكم. لو عايزين تتقلوا لون اكتر ممكن تستخدموا صويا صوص، دبس تمر، بس انا افضل جدا العسل الاسود، بيدي طعم رهيب للبيكاتا. هقلبهم كويس لحد ما اوصل اللون اللي انا عايزاه، وبس كده هتكون البيكاتا جهزت معايا. بتبقى خطيره جنب بطاطس بيوري ونحط عليها الصوص ده، او رز ابيض او خضار سوتيه زي ما انا عملت، وبس كده.